بعد رفض الونش في الأهلي، الخطيب يتفق مع الحريف المظلوم بعد اقتراب رحيل كولر. يواصل جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي وضع النقاط فوق الحروف في الفترة القادمة. قرار الأهلي النهائي من التعاقد مع محمود حمدي الونش. رفض جهاز الكرة بالنادي الأهلي بشكل رسمي خطوة ضم مدافع نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري. بعد التوقيع مع المخضرم، الأهلي يضغط على الثنائي بطريقة مثيرة قبل كأس العالم للأندية. في خطوة حاسمة، وجه النادي الأهلي رسالة صريحة وواضحة إلى ثنائي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم بخصوص تجديد عقودهم، مؤكد أن العرض المقدم لهم بقيمة 13 مليون جنيه سنويا هو الحد الأقصى، ولن يكون هناك أي زيادة كما يتوقعان. حسام حسن يستبعد ثنائي الأهلي ويضم لاعب مفاجأة لقائمة معسكر مارس. بدأ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في وضع لمساته الأخيرة، وبحسب مصادر خرج الثنائي الأهلي أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق من حسابات المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك لعدم جاهزيتهم الفنية. اشتعلت بسبب إمام عاشور. الأهلي قرر الانتقام من الزمالك. سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي عقب البيان الصادر من قبل نادي الزمالك، والذي دعم موقف جمهوره ضد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة القمة الأخيرة. بعد الهدف 100، أشرف بن شرقي ينكد على الزمالك. وجه أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي ضربة جديدة إلى نادي الزمالك، وذلك عقب الهدف الذي سجله في شباك الفريق الأبيض خلال القمة. وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الهدف الأفضل في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث وقع الاختيار على هدف بن شرقي في شباك نادي الزمالك، وهو الأفضل في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بتصويت الجماهير. متعة في اللمسات. إعلامي يشيد بأداء بن شرقي في الملعب. أشاد الإعلامي محمد فاروق بأداء نجم الأهلي أشرف بن شرقي في مباراة اليوم أمام نادي حرس الحدود. وكتب فاروق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أشرف بن شرقي أضافة فنية كبيرة للدوري المصري الممتاز. متعة في اللمسات.